تعالوا نعمل ايس كوفي بالكراميل، ودي اول مره يا جماعه هعمل فيها ايس كوفي بالكراميل. اول مره هجربه معاكم، هيطلع حلو ولا لا؟ انا عارفه ان في ناس كتير بتحب جدا تشرب ايس كوفي بالكراميل. جبت الكوبايه الكيوت بتاعتي. اوبس. احط ميه مثلجه، بعدين هضربه بالمضرب الاول. افتح بقى ميكس الكراميل ده من جهينه. طبعا بقى افضيه كله. بحب الايس كوفي اصلا من غير سكر، فمش عارفه بقى مع الكراميل هتبقى طعمها عامل ازاي. اكيد هتبقى مسكره. بفكر احط شويه لبن كمان علشان ايه يعني تبقى طعمها حلو. بس كده قلب قلب قلب. يلا بقى اجرب معاكم ايس كوفي بالكراميل لاول مره. طعمه حلو، طعمها توفي كده، فاهمين؟ طعمه حلو بصراحه، عجبني. بس كده انا جربت معاكم الايس كوفي بالكراميل، والمره الجايه هنجرب ايس كوفي بقطع مختلفه كتير. تعالوا نعمل ايس كوفي بالشوكليت ميلك. جبت الكوبايه بتاعتي. ما قلت لكم هجرب معاكم نكهات كتير من الايس كوفي، فده تاني فيديو هنجرب فيه الشوكليت ميلك من جهينه. يعني هنعمل موكا. نحط شويه ميه. هفتح بقى الشوكليت ميلك ده، هفضيه بقى كله. اوبس، برضه مفيش فايده. لازم اوقع كل مره. امسح اللي انا عملته. هستخدم الشاليمو اللي بتيجي مع الشوكليت ميلك. قلب قلب قلب. يلا ندوق. الشوكليت ميلك طعمها اقوى من النسكافيه اللي انا حطيته، بس طعمه لذيذ، بس الكراميل احلى. بس كده استنوني في نكهه جديده. جماعه يلا هنجرب الميكس ده مع بعض. حليب بالفراوله معاه نسكافيه. تجارب الكوريين. تالت فيديو هجرب فيه معاكم ايس كوفي بالفراوله. تعالوا نجرب مع بعض. جبت الكوبايه بتاعتي، احط معلقه نسكافيه، شويه ميه، ونضرب بالمضرب ونشوف الطعم هيبقى ايه. اوه ماي جاد، اللي انا بعمله ده حاجه غريبه بصراحه. احط السترو، نقلب كده كل الميكس الغريب. احتمال تترمي. بسم الله. اوه ماي جاد جماعه، الطعم مألوف. يعني طعم النسكافيه مع الفراوله، حاسه ان الميكس ده ماشي مع بعض. يعني انا جربت قبل كده الموز مع النسكافيه، كان بشع وما شربتوش بصراحه. بس الفراوله مع النسكافيه لا، في طعم. الفراوله مش مغطي على النسكافيه، فتحسوا ان الطعم مقبول، اكن كده عاملين نسكافيه بنكهه خفيفه كده من الفراوله. حبيته. احتمال اعمله تاني، يمكن. لازم تجربوها يا جماعه.